اليوم ما أتكلم كإعلامي ولا صانع محتوى ولا حتى شخص يقدم رأي، أنا أتكلم كإنسان مثل آلاف الناس اللي شاهدوا الفيديو. في شاب بعمري لا كان مجرم ولا له عداوة مع أحد، ما كان يستحق اللي صار معه. شاب مننا خرج يضحك، خطط لمستقبله، يمكن كان له حلم كبير بس كان يقول له مكان في هذا العالم، لكن قتلوه مش بيد لص ولا مجرم، انقتل بيد شخص المفروض يكون ملاك رحمة، يد دكتور المفروض يحافظ على حياة الناس. بعدها ننتظر القصاص، للأسف لا قصاص لا عدالة ولا حتى كرامة للدم. هل الإنسان صار رخيص لهذه الدرجة؟ هل القانون ما عاد ينظر إلا اللي معه نفوذ؟ إذا مات واحد بنقول الله يعوض، الله يأخذ أخذ عزيز مقتدر، بس قال الله ولكم في القصاص حياة. كان ذنب هذا الولد انه راح لمكان فيه انسان بلا ضمير بلا قلب بلا انسانية. تخيل معي انك تروح للموت، قاتلك اليوم الثانيين عادوا حي. وين الرحمة؟ وين الانسانية؟ وين الضمير؟ وين العدالة اللي هي فوق الجميع؟ متى بيجي الحق؟ بعد ما الامر يطير، بعد ما ينسوا ملامحه، من اسم الى صورة بالابيض والاسود علقه في الجدار. لو كان ابن مسؤول ان الدنيا كانت قامت وما جلست، لو كان القاتل فقير كان يعدم في ساحة عامة. هذا المقطع مش حكاية بل صرخة باسم كل مظلوم. أنا أقولها بصوتي، هذا الدم ما يضيعش، وإذا القانون سكت وإذا الدنيا ظلمت الله موجود فوق، حق المظلوم ما يضيعش عند الله. لكن هذا ضروري نوقف، نتكلم، نفضح، نصرخ، لازم كل صوت يوصل، لأن الصمت خيانة للضمير وخيانة للإنسانية.